ألاء حقيقي منورين. طيب، كان عندنا من الأسبوع اللي فات موضوع، يعني أكتر من حد شارك إنه نستعمل إزاي المايندفولنس مع القلق. فكان عندنا دعاء mindfulness practitioner، قالت لنا هي عندها خبرة مميزة في الحتة دي، وهي اللي هتفيد الجزء ده النهاردة. طبعا دعاء من تيم دارما. فيلا يا دعاء انجوي. شكرا يا ولاء. طيب. أنا دعاء جعفر. أنا أخصائية نفسية ومدربة يقظة. ويعني أنا اخترت المرة اللي فاتت إن قلت شبطت كده، قلت لهم خلوني أنا أتكلم عن القلق، لأنه القلق يعني ده رفيق الدرب بالنسبة لي. فأنا خبرتي مع القلق هي خبرة كده ممتزجة ما بين إنه أنا شخص أعاني من القلق، وإنه أنا كمان معالجة ومدربة يقظة. السؤال بتاع انتي اخصائية بتعرفي تعالجي نفسك يعني أيوه، صميم كده. نجار مخلع، مش مخلع قوي، لا بنصلحه. فأنا هتكلم يعني بشكل علمي، بس كمان حابة إن أنا أشاركه يعني بشكل شخصي. يعني علاقتي بالقلق أو خلينا نقول إعادة ترتيب علاقتي بالقلق بدأت الأول بمقاومة للقلق، اللي هو عايزين بقى إيه، نحكم القلق ده، عايزين نشكمه ونربيه، عايزين نسيطر عليه، عايزين مش عارفة إيه. وفي الطريق كنت في كل مرحلة بتعلم حاجات وتقنيات وأفكار جديدة عشان أتعامل مع القلق ده بشكل مختلف. بس يمكن من وقت ما بدأت أتعلم بقى اليقظة الذهنية، شكل العلاقة مع القلق هي اللي اختلفت. يعني اللي أنا عايزاه من القلق هو اللي اتغير. يعني ما بقتش بتخانق معاه، ما بقتش اللي هو عايزاه ينتهي من حياتي. فبقيت بقيت مسمياه رفيقي، هو موجود مصاحبني يعني. فما بقتش خناقة. فيمكن أنا بقول ده عشان عايزة أوضح إنه إحنا هدفنا النهاردة وإحنا بنتكلم عن القلق إن إحنا نفهمه أكتر كشعور طبيعي، هو موجود ليه؟ طيب يعني هو جاي يعكنن علينا ولا جاي عايز يقول إيه؟ وكمان ان احنا يعني عايزه اكد على ان احنا مش هدفنا ان احنا ننهي القلق وننهي وجوده من حياتنا، على قد ما احنا عايزين نعيد صياغه علاقتنا بيه، نشتغل على شكل علاقتنا بيه، على نظرتنا ليه، على طريقه استجابتنا ليه. لانه الحتتين دول احنا بنستقبله ازاي، بنستجيب ليه ازاي، هم اللي فيهم القلق، هم اللي فيهم الحدوته. لكن القلق نفسه كشعور زي اي شعور تاني، هو شعور طبيعي موجود جوانا. احيانا بيعطلنا. بس ما هو بيعطلني، انا ما كنتش جيت لك علشان اخلص منه بقى. صحيح. احنا النهارده بقى يعني طبعا هو الكلام عن القلق يطول ويعني ما يخلصش، بس النهارده هنحاول في الساعه دي نراب كده كم نقطه انا من وجهه نظري ان هم مهمين. من ضمنهم النقطه اللي انت بتتكلمي عنها ولاء دي، اللي هو امتى القلق بيكون محفز وامتى بيكون معطل، وايه اللي بيفرق بيخليه يروح بينا هنا او بيروح بينا هنا. فسريعا كده النقط اللي احنا النهارده ان شاء الله هنتطرق ليها، هو ايه القلق ده، وهل هو طبيعي ولا مش طبيعي، بيظهر ازاي، وامتى القلق ده بيكون معطل وامتى القلق بيكون محفز، وازاي بقى نتعامل مع اللي هي المساحات اللي احنا هنقول اللي هو بيظهر ازاي وبيظهر فين. بيظهر على 3 مستويات. طيب كل واحده منهم، كل مستوى منهم احنا هنتعامل مع القلق فيه ازاي. فمثلا لو انطلقنا من النقطه اللي طرحتها ولاء دي، اللي هي انه القلق بيعطل، لو تخيلنا كده مثلا انا بكره او بعد يومين عندي امتحان او عندي برزنتيشن او عندي انترفيو مهم، ايه اللي انا هحسه في لقطه زي دي؟ ايه اللي هيحصل غالبا؟ الان افكار كتير، عايزه اطلع باحسن شكل. جميل. طيب عندنا سين وصاد من الناس جات لهم الافكار اللي ولاء دي اللي قالت لنا عليها ولاء، اللي هو انا عايز اطلع باحسن شكل، عايز اعمل كويس، عايز انجح في الامتحان، عايز اتقبل في الانترفيو ده، عايز اعمل برزنتيشن كويس واطلع شكلي حلو قدام الناس. في الاخر انا ببقى بلف طول اليوم على كعب رجلي
ومش عارف اقعد لا افتح برزنتيشن ولا لابتوب ولا عارف اعمل ايه. احنا عندنا سين وصاد. سين الافكار دي هتخليه يعمل ايه؟ هتخليه يمسك يفتح الكتاب، يقعد يلخص، يقعد يذاكر، يقعد يحط لنفسه بوينتس كده رئيسيه. طب انا هركز على دول النهارده عشان خلاص ما فاضلش غير يومين، واحاول الم المنهج بتاعي. عندنا صوت بقى هيبدا يبقى يفقد تركيزه، مش عارف يركز. ليه؟ عشان هو راح وسرح مع الافكار بتاعت انا هسقط، انا مش هنجح في الامتحان، انا هعمل وحش قوي في البرزنتيشن، انا في الانترفيو هيكرشوني. ففي افكار بقى بتتغزل هنا وبتنبت كده زي الشجره، تفضل تتفرع والفكره تطلع 10 افكار تانيين والموضوع يكبر في دماغنا ونروح مع ده وانسى وابقى مش قادر. ده بقى الحاله دي اللي بيسموها ايه في اليقظه، بيسموها حاله المايند وندرنج، العقل المتجول اللي هو بياخدني وبيسرح بيا. بروح عن ايه؟ عن الورقه اللي قدام مني اللي انا محتاج دلوقتي. انا محتاج ايه؟ انا محتاج ابقى بركز في الورقه دي واقعد اخلصها. بفقد تركيزي، ولو قريت كلمتين هنساهم اصلا، وممكن ما اعرفش انام، وممكن افوت الامتحان بكره او اقرر ان انا مش رايح الانترفيو. من في كتر السيناريو ده انا ما بجهزش حاجه. ما ده طبيعي. احنا هنا عندنا قلنا استجابتين مختلفتين. سين جات له الفكره بتاعت يا لهوي يا لهوي عندنا امتحان عايزين نجهز، فقام قعد يذاكر ويركز. القلق بيعمل ايه؟ القلق بيدينا طاقه، بيدينا حتى في جسمنا بنحس بالقلق. رجليا اهز رجلي كده لو انا قاعد، ببقى بفرك في المكان، بفرك في ايديا. فالقلق من مؤشراته يعني ان هو بيدينا كده ايه، سريان طاقه في الجسم. فانا هقوم هعمل حاجه، هقوم هتحرك، هقوم اذاكر، هقوم احضر كتبي، هقعد اقرا كده وانا ماشي عماله الف في الاوضه، او هفضل الف في الاوضه وانا بلهوي بس. فاحنا عندنا كاننا استجابتين مختلفتين. الاستجابات دي بناء عليها القلق بقى هيسوقني فين. ففي شويه نقط كده النهارده هنشاور عليها، ان احنا مهم يبقى عندنا وعي بيها، عارفينها انها بتحصل وبتحصل ازاي، وازاي بقى ايه اليقظه ممكن تساعدنا ان احنا نلقط كنت الحاجات عايزه دي اقول ازاي وازاي. في ده، بس انت قلتي لصاحبه فانا مستنيه اه اتخلص منه ازاي يعني على الريفرنس تاني. فانت بتقولي ماشي. هنصاحبه فانا معاكي. احنا في صاد لو رجعنا تاني للسيناريوهين دول، صاد غالبا بيشوف ان القلق عدو. او انا دي كانت كمان علاقتي بالقلق، انا كنت بقول عليه ان هو عدوي اللي جاي يبوظ لي حياتي ويدمرها. فببقى عايز ايه؟ لو انت عدوي انا عايز ايه؟ انا عايزه اتخلص منك، عايزه انتصر في الحرب دي عليك. بس هي في الحقيقه القلق شعور طبيعي، هو هدفه ان هو بيزقنا لقدام. القلق لو مسكنا كده كل شعور وبصينا طب ده يعني ربنا حطه فينا ليه، ربنا خلق الشعور ده ليه، هنلاقي كل شعور ليه وظيفه بسيطه جدا. القلق وظيفته انه يساعدني ان انا احضر نفسي على حاجه مستقبليه، حاجه جايه وانا عايزها تحصل او مش عايزها تحصل، فحضر نفسي. تمام. فبيحصل ايه بقى ساعات واحنا في المايند سيت دي او في الحاله الذهنيه دي اللي انا عايزه اقعد احضر، ان بت كده بتفرقع لنا كده وبتنط لنا افكار بتاعت ان انا الحاجه المستقبليه دي مش هعرف اعملها او مش هعرف اتخلص منها. انا هبقى فضيحه فهنا بس فضحت. والمخ بيعمل ده ليه؟ مخي بيعمل ده ليه؟ مش عشان يعكنن عليا برضه، هو مخي بيعمل ده عشان ابقى جاهز، وبيحط لي بقى اسوأ سيناريو عشان ابقى جاهز ومحضر نفسي ليه. ولكن النقطه بقى انه مش دايما اسوأ سيناريو بيحطه مخي ده حقيقي وواقعي ومحتاجه انا اقعد واركز معاه واشتغل عليه. فاحنا القلق هو كانه اشاره زي اشاره المرور كده، بيقول لي استعد، جهز نفسك، حضر نفسك. الغضب مثلا بيقولوا ان هو شعور بيزقنا ناحيه ان احنا نحمي نفسنا، ننصف نفسنا، ندافع عن نفسنا. فلو تخيلنا حياه البشر ابن ادم يعني من يوم ما اتخلق في الارض دي من غير غضب خالص خالص، يعني هنمحي الشعور ده، من غير قلق، من غير خوف، فاحنا غالبا كنا انقرضنا، لانه المشاعر اللي بيسموها المشاعر الاساسيه دي هي مرتبطه بالبقاء والحياه. فاحنا من غير المشاعر دي ما كناش كملنا. طيب علاقتنا بالمشاعر دي بايظه اتشوهت. فاحنا محتاجين نشتغل عليه، ان احنا نفهم الشعور ده جاي ليه اصلا، جاي ايه الرساله اللي جاي بيها، عايز يقولها لي،
لو هو منبه فهو المنبه عايز يصحيني مش عايز يزعجني. لما المنبه بيرن الصبح وبقى مختاره منبه صوته عالي جدا، انا مش بصحى غضبانه من المنبه ان هو صوته وحش، انا بصحى عشان انا ظبطاه عشان اصحى. فالشعور هو منبه جاي بيقول لي رساله معينه. احنا ساعات بنبقى خايفين من المنبه ده او عندنا افكار سلبيه عنه او تربينا وترسخ في وجداننا كده انه ان الغضب ده عيب ووحش، القلق ده معناه ان انت ضعيف وخايب ومش جاهز ومش حاضر. لكن لا، انا ممكن ابقى شاطر وجاهز وقلقان، ده طبيعي. فالقلق مهم نبقى عارفين ان هو مش عدونا، هو مش جاي يبوظ حياتنا، هو شعور طبيعي، هو استجابه طبيعيه لحاجه مخي استقبلها انها تهديد او تحدي، في تشالنج هنا، انا في حاجه محتاجه اكون بحضرها مستعد ليها، فهو بينبهنا. فبدل ما احاربه عشان استفيد منه، الراجل اللي جاي يقول لي شويه معلومات ده، بدل ما بقفل الباب في وشه وبزقه وبطلع بره، انا محتاجه افتح الباب واشوف انت عندك ايه، جاي تقول لي ايه. فاحنا اليقظه بقى ايه اول حاجه بتعلمها لنا؟ اول حاجه بتعلمها لنا احنا ازاي نقرا مؤشرات القلق دي، ازاي اعرف ان ده قلق. لانه خدوا بالكم برضو احنا في كده شويه مشاعر في تقاطعات ما بينها في شكلها وهي بتيجي يعني. ففي مثلا سمعت الفيدباك دي من كذا حد قبل كده ان هم كان بيختلط عليهم الحماس بالقلق. ايه ده؟ طب ده انا كنتش قلقان بقى في الموقف ده انا كنت متحمس. ففي رياكشنات بتبقى متشابهه في المشاعر بالذات اللي هي الجسديه، يعني بيبقى في تشابه كبير جدا ما بينها. ويمكن الحاجه اللي هتخليني اعرف افرق ده كده ولا كده الشعور، والشعور اللي هو ايه، انا مخي فسر الفيزيكال رياكشن ده بايه. قلبي دق بسرعه جدا فمخي قال لي ده احنا متحمسين عشان عندنا مش عارفه رحله، او مخي قال لي ده انا فرحان قوي عشان مش عارفه نجحت، او مخي قال لي انا خايف ومرعوب عشان كذا كذا كذا. فاحنا عندنا دايما بيفرقوا ما بين حاجه اسمها الاحساس والشعور. الاحساس هو الحاجه اللي انا حاسسها في جسمي، والشعور مخي ترجم الحاجه دي ازاي، يعني العاطفه بقى اللي طلعت يعني. فاحنا اليقظه بتعمل ايه؟ اليقظه بتعلمنا نلقط الاشارات دي، لانه برضو حاجه من الحاجات اللي يعني خلينا نقول بتميز القلق، يعني انه الاشخاص اللي عندهم قلق بيبقوا غرقانين هنا. احنا بنبقى غرقانين في دماغنا وفي الافكار وفي السيناريوهات وفي الاحتمال يحصل وماذا لو، يعني دايما بيقولوا ايه، ماذا لو حصل كذا، بعطل مش بتحرك. ما انا بقى غرقانه هنا اهو. تمام. زي ما انت حكيت لنا المره اللي فاتت، كل ما احنا بنبقى غرقانين هنا وبعيدين عن اللحظه الحاليه، بيقولوا لنا ان معدلات القلق بتزيد بطبيعه الحال كده، هو غصب عننا. كل ما انا غرقت في الماضي حتى او في المستقبل، كل ما انا بقيت بعيد عن اللي انا اقدر فعلا اغير فيه واتحكم فيه، اللي هو موجود دلوقتي قدامي، ورقه الدرس اللي انا محتاجه اذاكرها دي، فانا ببعد عنها. فهقلق اكتر ليه؟ لان انا الوقت عمال بيضيع مني، ما بعملش اللي انا محتاجه اكون بعمله. فطبيعي جدا ان انا القلق يزيد في لقطه زي دي. فاللي بيحصل هنا بقى انه مش القلق، المشكله هنا ما بتبقاش القلق، المشكله هنا في اللي بيسموه اللي هي الكرونيك ستريس. بقى انا تحولت من ان انا جالي شعور القلق اللي جاي ينبهني ويقول لي خدي بالك يا جماعه عندك امتحان، الى حاله من الستريس اللي ماشيه في خط وعماله تعلى بيا. انا مضغوطه عشان انا ورايا حاجه المفروض اكون بعملها ومش قادره اعملها. دي برضو حاجه بنبقى محتاجين نفرقها، انه انا بقى لما بوصل للحته دي اللي هو احساس القلق ده مستمر، فده مش قلق بقى، احنا دخلنا في الاسترس. والستريس ده برضو حاله يعني فيزيكال هنلاقيها شبه القلق، بس الاختلاف ما بينها وما بين القلق ايه؟ انه المشاعر دي هي بتروح وبتيجي، فيها يعني موجيه الشكل كده، بتروح وبتيجي وبتعلى وبتوطى. لما الشعور الشديد بالضغط وان انا لازم اخلص ومش هنجح ومش هعمل ومش هسوي، والافكار دي تفضل موجوده بشكل مستمر واثرها في جسمي واضح بشكل مستمر، فانا هنا دخلت في مرحله ان ده بقى ستريس. القلق ده بقى عامل لي ستريس. القلق شغال بنفس الليفل العالي ومكمل معايا ووصلني بقى لستريس، مش لان انا بتحرك. فانا هنا عايزه بقى اعمل ايه؟ انا عايزه اهدي اللهب شويه، اخد نفسي شويه،
فخلونا نتكلم الاول على الثلاث اجزاء بتوع القلق. الثلاث اجزاء بتوع القلق دول اللي هم المساحات اللي القلق بيظهر فيهم: الجسم، الافكار، والمشاعر. في الجسم بقى الاقي في المواقف دي اللي فيها القلق بيظهر قلبي بيدق بسرعه، نفسي بيضيق، ممكن تجيلي بقى النوبات بتاعت الهلع دي، اللي هو خلاص بقى انا مش قادره اخد نفسي، وتجيلي افكار بقى ان انا خلاص هيجرى لي حاجه. ردود الفعل الجسديه بتكون قويه شويه، جسمي يترعش، وشي يحمر، اعرق، مش عارف ايه. فهنا عندنا اعراض جسديه بتقولي ان انا بعرف منها ان انا قلقان. عندنا كمان افكار اللي احنا دايما بيلخصوها في ماذا لو، طب لو حصل كذا، طب لو ما حصلش كذا، طب لو قلت وحش، طب لو تهتهت، طب لو قلقي ده بان وانا في المحاضره، طب مش عارف ايه. فبنحط سيناريوهات مخيفه او مخنا بيفضل يطرح. بتبقى جاية عن خبرات حصلت معايا. ده حقيقي، ما هو عشان ده حصل معايا قبل كده. حصل معايا او شفته حصل مع حد. فاحنا مخنا برضو ما بيجيب لناش سيناريوهات عبيطه. يعني هو يعني عشان كده كنت بقول في الاول هو مش جايب الافكار دي عشان يعكنن عليا. فهي الفكره بتيجي واحنا بيحصل ايه عاده بقى. عشان كده احنا بنقول القلق او الناس اللي عندهم قلق بيبقوا غرقانين هنا. اللي بيحصل ان احنا بيقولوا ايه، بنتماهى وبندوب مع الفكره. طالما الفكره جت يبقى هي حقيقيه، طالما الفكره حصلت، طالما انا فكرت ان انا ممكن اتهته في البرزنتيشن يبقى قطعا دي حقيقيه. هي ممكن تكون حقيقيه وممكن تكون مش حقيقيه. انا ممكن اتهته في البرزنتيشن وممكن ما تهتش في البرزنتيشن. بس طول ما انا القلق في مستوى الاسترس اللي احنا قلنا عليه، احتماليه ان انا تهته في البرزنتيشن اعلى. فانا محتاج اطلع اعمل برزنتيشن دي وانا بعمل شويه حاجات تهدي جسمي على الاقل. وانا هقعد كل مرة اعمل نفس الحاجات اللي تهدي جسمي؟ او لان كل مره هقلق. ما احنا قلنا احنا مش بنقول ان احنا عندنا عصايه سحريه هنلغي القلق من حياتنا. كل مره هقلق، كل مره هقلق. في فتره كده انا بحب المسرح، بحب التمثيل. ففي فتره كده طويله كنت بشتغل مسرح، بمثل مسرح وبحضر ورش وبتاع وبطلع على المسرح يعني مش قليل. كل مرة أنا كنت ببقى واقفة كده ورا الستارة عشان أنا دلوقتي هطلع، أنا كنت بحس إن أنا هيغمى عليا من كتر ما قلبي بيدق كده، زي أفلام الكرتون بيبقى هيطلع. واللي قاعدين على فكرة في الصالة كانوا بيبقوا صحابي. يعني المسرح محدش يعني دي حاجة معروفة إن المسرح المستقل محدش بيحضر غير صحاب اللي على الخشبة يعني. فاللي هو أنا اللي قاعدين تحت دول صحابي، كلهم هيقولوا لي حلو حتى لو أنا عاملة زي الزفت. بس كل مرة بطلع بيبقى عندي افكار بقى. طب انا ممكن انسى النص بتاعي، طب انا ممكن اتكعبل وابوظ المشهد، طب انا ممكن حد ينسى وما اعرفش اسنده والحقه ومش عارف ايه. ولا مره ده حصل، ولا مره ده حصل. ولما بتحصل حاجات كده صغننه انه حد بينسى اللي هو بيقولوا عليه ايه الكيو او المفتاح اللي هسلم بيه زميلي، فبنلحق بعض والدنيا بتمشي يعني. فاحنا الافكار اللي بتجيلنا هي افكار قلنا محتاجين نغير علاقتنا بيها. الافكار هتفضل تيجي، القلق هيفضل يجي، السيناريوهات دي مخي هيفضل بيحطها لي. انا بقى بستقبل ده ازاي وبستجيب لده ازاي؟ هو هنا مربط الفرس، هو هنا المفتاح. هل انا ببانيك من الافكار دي وبعتبر ان هي خلاص كده انا ضعت؟ وساعات بيحصل ايه يا ولاء، بتجيلي الفكره انه انا مثلا مش هعمل كويس في الامتحان، مش هعمل البرزنتيشن دي حلو. ففي موقفين برضو تاني بتاع سين وصاد. سين ممكن يقول احتمال ان انا فعلا ابوظ الدنيا بس انا بحاول اذاكر. وصاد ودي حاجه برضو بتحصل، يعني ممكن نقول انها بتميز الناس بقى اللي او احنا يعني اللي القلق وصل عندنا حته اكستريم شويه، انه الشخص بيتماهى زي ما بيقولوا مع الفكره، خلاص بيصدقها. فانا بذاكر وانا مصدقه الفكره ان انا مش هعمل حلو، انا بس اهو هعمل اللي عليا وخلاص. ففي فرق هيكون واضح في الاتيتيود وفي الاداء وفي الطريقه ما بين وانا حاطط الفكره دي كاحتمال وجنبها احتمال تاني ان انا هعمل كويس وان انا هو قاعد بحاول اعمل اللي عليا، وما بين ان انا مقتنعه ومصدقه ان انا مش هعمل كويس وانا بخلص بقى، يعني عايزه اشيل العبء ده من على كتافي واقول ان انا ذاكرت.
طب دكتور سؤال في معلش. مم. في اوبشن غير سين وصاد؟ اكيد طبعا عندك. قول لنا انت اوبشن. واضح ان انت عندك عين مثلا. لان انا صاد بالنسبه لي ما بيحصلش يعني، او ممكن من سنين السنين كنت مم. احط في دماغي اصل ممكن يحصل، اصل ممكن يحصل، بس دي اتلغت من زمان بالنسبه لي. مم. واما سين فانا لو عندي انترفيو ما بذاكرش، انا ببقى عارف انا مثلا في قدرات معينه، ممكن اعمل مراجعه بس على بعض الحاجات اللي مم. ممكن اتسال فيها. مم. بس شغلي ما بيتبصش فيه قوي على الثيوريتيكال على قد العملي يعني. هي غلطة طبعا، بس ده الدارج يعني. مم. ف... فأنا مثلا دماغي أي حاجة أنا بعملها وبعملها بطريقة بروفيشنال، كل مرة بروح أعملها بطني بتكركب، بس حاجة بسيطة. مم. فأول ما أخش بسمع صوت صفارة اللي هو إيه، مم. أنت أصلا خلاص، ما توتر، أنت ده شغلك. مم. تمام. التوتر بيروح. فبالتالي ما بيكونش موجود. هو الفكرة إن هو ساعات بيجي، أنا عندي خلل في هرمون الأدرينالين، فالخلل ده عامل حاجتين: ان انا ببقى عايز هرمون الادرينالين عالي، بحبه عالي. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه انه ساعات بيجي في اوقات المفروض اتوتر فيها ما بتوترش، مم. حاجات طبيعيه توتر اي بشر في يعني. اللقطة دي. طب التوتر تمام. أصلا زي ما دعاء شاركتنا هو حالة مستمرة بتعطلني، فتقصد تقول أنا عايزة أبقى قلقان بليفل معين يساعدني إني أنجز؟ لا، هو انا كده كده بنجز، بس هي الفكره ان ساعات القلق بيجي في حته هي سهله، انت قلقان منها ليه؟ اوكي. مم. يعني انت في حاجات اصلا بتقلق اي حد، بس انت علشان خلاص بقت دارجه بالنسبه لك فانت ما بتحسش القلق فيه. مم. مم. فاهم قصدي؟ مم. فبالتالي اللي هو لا شايف سين ولا صاد، بس انا شايف ان هو بيجي في أوقات حضرتك عارف لما عادي. يكون واحد محوش طاقة عنده غضب، مم. وتيجي موضوع تافه قد كده مم. تفجرها. مم. فانا ما بكونش قلقان من حاجات تقلق، وحاجات تانية ما تقلقش ممكن ابتدي احس فيها ان انا قلقان. ايه اللي ما مم. يقلقش بالنسبة لي؟ ان انا شغلي اللي بعمله كل يوم لو رحت لشخص جديد ببقى قلقان شوية. مم. مم. تمام. ما دي نقطة بقى مهمة جدا. هي فكرة المواقف الجديدة. مم. احنا مخنا خلاص لو انا في حاجة روتينية بعملها بشكل مستمر، خلاص انا مخي ارشفها وعمل لها يعني بص كل تفاصيلها، هو محضر لها انا هعمل ايه وهتصرف ازاي. اجي ادخل بقى في مواقف جديده وتبدو لي ان هي في منتهى التفاهه جنب اللي انا اصلا بعمله كل يوم، والاقي نفسي برتبك وبطني تكركب واحس بالحاجات دي. فهي الاستجابات او الاستجابه اللي انت بتتكلم عنها دي هي استجابه لموقف جديد. فاحنا قلنا القلق بيظهر لما احس ان في تحدي، في تهديد، في حاجه غامضه، في حاجه انا ما كنتش محضر نفسي ليها، في حاجه ما كنتش متوقعها او ففي حاجه فيها الاحساس ده مهما كانت صغيره وبسيطه فتصحي المشاعر دي او الاحاسيس دي في طب جسمنا. نقدر نعرف بقى القلق ازاي، معطلني ولا مش معطلني؟ ايه رأيك ندخل في التمرين يا دعاء؟ طيب يلا بينا. احنا هنعمل تمرين كده يعني هنمشي كده فيه على المستويات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ايه الجسم والاحاسيس اللي في الجسم. هنبص شويه على الافكار وهنشوف ده منعكس ازاي في مشاعرنا. لانه خلينا نقول لو احنا في خطوات كده بنبقى محتاجين نتعلمها، اول خطوه احنا محتاجين نتعلمها مع القلق هي ان احنا نرصد كل ما هو متعلق بيه. لان احنا بنبقى غالبا منحصرين في حته، في سيناريو واحد هو بيطرحه. فاحنا عايزين لا نبقى واخدين بالنا من الكوبايه كلها على بعضها. تمام. فاحنا التمرين اللي هنعمله ده هو ميكس ما بين حاجه بيسموها مسح الجسد وفصل الافكار والتنفس البطيء. يلا بينا. فخلونا كده ايه ناخد وضع مريح. وضع مريح يبقى جسمي كده مسترخي هادي، العضلات كده اسيبها تفك وتلين، في نفس الوقت يبقى الجسم كده صاحي ومفوق.
ولما نبدأ نحس إن إحنا مستقرين في وضع الجسم فيه كده متزن ما بين الصحيان والاسترخاء، فممكن نبدأ نقفل عينينا لو ده مريح. ولو مش مريح ممكن أرخي جفوني أنزلها لتحت وأركز النظر على نقطة ثابتة عشان ده بيقلل التشتيت. خلونا ناخد كده ايه نفسين ببطء وطوال في الشهيق وفي الزفير. ومع بعض دلوقتي كده هناخد رحلة قصيرة في الجسم من أول الراس لحد القدمين. هنقف كده عند كل جزء وهنبص بقى ايه اللي موجود هنا. هنبدأ بالراس كده بفروة الراس من أول منبت الشعر لورا خالص. ايه اللي موجود هنا؟ هل في تنميل شكشكة أو مفيش حاجة خالص؟ هننزل للوش بداية كده من الجبين والحواجب. الجزء ده ساعات كتير بيشيل توتر وتنشنة وبيقول لنا إن إحنا متوترين أو قلقانين. عبسة بقى، كرمشة. خلونا نشوف ايه اللي حاضر دلوقتي. هنتحرك للعين والعضلات اللي حوالين العين. النص بقى مية مدمعة ناشفة أو عادي. العضلات دي مشدودة مسترخية. ننزل المناخير والعظمتين اللي تحت العين. الودان، الخد، البق من بره كده، الشفايف، اللسان. حتى اللسان ساعات بيبقى مشدود. الفك كمان ساعات بيبقى كتير شايل ضغطة وشدة وجزة. ننزل على الرقبة. الرقبة كمان من الأماكن المرتبطة بالتنشنة والقلق والتوتر. خلونا نلاحظ ايه اللي حصل فيها دلوقتي. في شدة، في وجع، في استرخاء. خلونا نفتكر ان احنا دلوقتي في رحلة ملاحظة، مش مطلوب مننا نعمل حاجة، احنا بنتفرج ونستكشف بس، من غير ما نقيم ده حلو ولا وحش، أدائنا كويس ولا مش كويس. احنا بنتفرج. هننزل على الكتاف. كمان الكتاف بتشيل توتر كتير جدا. لاحظها عاملة ازاي دلوقتي، لينة واقعة لتحت ولا مشدودة مرفوعة لفوق، مضمومة، في وجع فيها ولا في راحة. هننزل على الدراعات من فوق لحد الكوع كده، الساعد والمفصل
الكف كده والصوابع، الدراع والإيد كمان يبقى فيهم توتر، حركة، فرق، ترقعة صوابع، تقل، ممكن استرخاء وهدوء. ايه اللي موجود دلوقتي؟ مكانه فين بالظبط؟ هنتحرك للجذع، الصدر كده والمعدة والجزء المقابل ليهم من الظهر. الجزء ده بقى مليان مشاعر، ممكن قلق، ممكن زعل، ممكن فرحة، ممكن نلاقي فيه أحاسيس كمان، يبقى فيه براح، يبقى فيه قبضة، حاجات تانية كتير. فخلونا نشوف ايه اللي موجود دلوقتي. ننزل كمان للبطن من تحت وأسفل الظهر كده، عند الحتة اللي بيسموها عظمة الذنب دي اللي تحت خالص، بمنطقة الحوض كده. في بعض الأحيان كمان الضغط والقلق والشدة بتظهر هنا، شد في الظهر، في وجع في الحوض، ألم في أسفل البطن. ممكن ناخد نفس عميق كده مع الحتة دي، لأننا بنطبطب بقى على أي وجع، على أي تقل موجود في أي حتة في الجسم عدينا عليها لحد دلوقتي. هننزل بقى للجزء السفلي من الجسم، الرجلين من فوق كده، الفخاد من قدام ومن ورا، الركب، قصبة الرجل كده والسمانة، والقدم من فوق ومن تحت، ومشط القدم والصوابع. الرجل كمان بتعبر عن القلق بطريقتها بقى، هزة رجل، تنشنة، زغزغة كده، أو سريان حاجة، إحساس طاقة كده تتحرك وعايزانا نتحرك. وممكن تبقى مسترخية ولينة. خلونا نشوف كده ايه اللي حاصل، مكانه فين واسمه ايه. دلوقتي كده هنمسك العدسة اللي احنا ماسكينها ومقربين بيها عند حتة حتة كده في الجسم، هنوسعها وهنبص على الجسم كله على بعضه كده. ولو في جزء أو مكان كان فيه إحساس تقيل، في وجع، في شدة، خلينا نرجع له تاني. لو في أكتر من مكان خلونا نختار مكان واحد ونرجع نقف عنده. خلونا كده نبدأ ناخد نفسين هادين طوال واحنا واقفين حاضرين مع الوجع أو الألم أو الشدة دي. نتنفس ببطء ونلاحظ ايه اللي بيحصل. هل في حاجة بتتغير؟ مفيش حاجة بتتغير؟ الألم بيزيد بيقل زي ما هو؟ هل في أفكار بدأت ألاحظها بتدور حوالين الألم أو التجربة كلها اللي أنا بعملها دي؟ خلونا نلاحظ الأفكار دي من غير ما نجري وراها، من غير ما نمسك فيها، نتفرج عليها كأنها
سحابة كده معدية في السما، بتيجي بتحضر، بتقف شوية وبتمشي. خلونا كمان نلاحظ هل في مشاعر بقى بتظهر حوالين الإحساس والأفكار دول، مشاعر خوف، راحة، هدوء، قلق. خلونا نسمي الحاجات اللي بنلاحظها سواء مشاعر والأفكار كمان. الأفكار كمان ليها ينفع نسميها دي فكرة أو دي تخطيط. أنا عايزة أخطط لحاجة أو بخطط لحاجة، أنا عايزة أعمل حسابي لحاجة معينة، أنا عايزة أخد بالي من حاجة معينة، فهحط عنوان بس للفكرة وأسيبها تمشي. دلوقتي هنرجع نوسع العدسة بتاعتنا كده ونلم الجسم كله فيها، واحنا بناخد نفس عميق، نفس يرجعنا تاني من كل ده لهنا المكان، للناس اللي معانا. خلينا نوجه الانتباه كده للسطح اللي احنا قاعدين او ممددين عليه، نقط التلامس ما بين الجسم والسطح ده، احساس تقل الجسم على السطح، احساس الجاذبية. خلونا نحس بالحاجات دي. ممكن نحرك صوابع ايدينا، صوابع رجلينا، حركة خفيفة كده بس. ناخد نفس ونفتح عينينا واحدة واحدة لما نبقى جاهزين. لو حد حابب يشارك حاجة. أنا بس كده ممكن اشارك يا دكتور؟ كله قلق. في إيه؟ لأ بجد، لما ببص بوعي لأ، عيني فيها قلق، صوابع رجلي فيها قلق، اللي هو إحساس كده بيتحرك، في حاجة بتتحرك. حركة فعلا صح. فاللي هو لأ، في أكتر من حتة في جسمي حسيت فيها قلق. أنا دلوقتي إيدي صوابع رجلي، بس ساعات كده أنا كنت حاسة ده قبل ما نبدأ، بس إني رجعت فعلا. مم. مم. دي يعني شكرا بقى على التمرين بجد. يعني شكرا أنا على بس المشاركة. إيه، ما كنتش متخيلة إني حاسة في قلق في جسمي، لكن لأ لقيت، مم. لقطت في أماكن مم. مم. بفرق كده. مم. فشكرا بجد على التمرين. شكرا جدا على المشاركة دي ولاء، لأنه احنا لما بنقول مثلا إنه أول حاجة بنحتاج نعملها نرصد القلق
عادة أول فكرة بتيجي، أو أنا كان بالنسبة لي في الأول طب ما أكيد أنا عارفة، أنا عايشة معاه طول عمري وعارفة شكله عامل إزاي وعارفة بيطلع على جدتي إزاي. بس لما بدأت أعمل البادي سكان تحديدا بدأت ألاحظ الإحساس اللي أنت بتقولي عليه ده، إحساس النمل اللي ماشي ده اللي عمري ما خدت بالي منه. فاحنا البادي سكان او المايندفولنس بتدينا مساحه لده، للملاحظه دي، عشان واحده واحده بنبني عليها، فهنعرف هنعمل ايه بقى كمان شويه. اوكي، شكرا جدا يا وائل. طيب كان